أهلا بيكم. ولسه في معانا قلوب بتطبطب، وإيد بتطبطب قبل ما تحكم، وقلب بيحتوي قبل ما يسأل. معانا سفيرة الإنسانية، صاحبة السمو، سمر نديم. أهلا بيكي. اهلا بيك. ايه الكلام الجميل ده؟ ايه كل ده؟ حلو قوي، تسلميلي. ومعانا لأول مرة أستاذ محمد إبراهيم، زوج سفيرة الإنسانية. أول مهمة تحت التهديد: خيرا تعمل شرا تلقى. الصراحه خيرا تعمل شرا تلقى. احنا بنقابل ناس كتير جدا بتسيء الينا، بنلاقي ناس بعد الخير اللي بنعمله بيشككوا في الخير بتاعنا. أكيد في سبب، أشك فيكي يبقى أكيد في سبب. يبقى اكيد المشكله عندهم هم. انا ذنبي ايه؟ عندهم هم مشاكل نفسيه مع نفسهم، بيشوفوا الناس وحشه، او هم تعرضوا لحاجات في حياتهم، او هم شافوا ناس وحشه كتير فبقاش عندهم ثقه في حد. سمعت إنك اتضربتي قبل كده مرة؟ ضربت كتير من النزلاء وانا بنقذهم اوقات الانقاذ. يعني في مره واحده ضربتني بالرمله، واحده قبل كده ضربتني بالعصايه، واحده ضربتني على دماغي. يعني في كذا موقف في ضرب، بيبقى ضرب بجد. هو جوزك معاكي من أول الطريق؟ من اول ما بدات ومن قبل ما ابدا هو دايما جنبي، ودايما بيزقني للامام في كل حاجه. لما جت قالت لك أول مرة أنا خلاص أنا سمر نديم، أنا عايزة أكون مش لنفسي بس ولا لبيتي ولا لولادي، عايزة أكون للناس كلها. هي سمر ما قالتش، هي سمر عملت على طول. ما فكرتش في مره من المرات ان هي عايزه تعمل خير. لا، هي او ورت اللي حواليها ان هي فعلا بتعمل الخير. أنا مراتي بتتهدد، أنا مراتي بتتضرب، الكلام ده ما بيضايقكش؟ بيهدد مثلا استقرارك بينك وبينها؟ ولا مرة عاتبتها على التأثير؟ ولا مرة حسيت خلاص كفاية كده، انتي عملتي اللي عليكي وحطيتيهم على أول الطريق؟ قلت كذا مره ممكن يعني كفايه كده يا سمر، بس مش عشان تقصير او عشان حاجه زي كده، لا، عشان خوفا على سمر. اللي هو ساعات كتير جدا بيجي لها حالات اكتئاب، حالات اللي هو طب انا بعمل حاجه حلوه، بعمل حاجه كويسه، ليه في حاجات او في معوقات بتقف قدامي. احكي لي كده اكبر موقف هي تعرضت له ودخلها في نوبة اكتئاب. ممكن يكون الموضوع بتاع مواد غذائيه. جالنا شركه هتتبرع للمؤسسه تقريبا كان 8 طن مواد غذائيه اورجانيك. اكلوا منها واحنا اكلنا منها كويسه جدا، وبعدين الحاجات دي بتتصدر بره اصلا. اللي حصل ان الموضوع اتقلب بسرعه عكسيه جدا، ان انتوا بتوزعوا مواد غذائيه مجهوله المصدر، ودخلنا في سين وجيم. وصلت لانك نزلتي مثلا مركز شرطة او كده؟ وصلت لكده او اسم؟ جم فعلا اسم الخليفه، عملوا تحريات في الدار كلها وفتشوا الدار وسالوا حتى النزلاء انتوا كويسين، مع ان ما كانش معاهم قرار نيابه ولا اي حاجه. وخدوني ودوني الاسم وقالوا لي احنا هندخلك رئيس المباحث، وما دخلونيش، رموني تحت انا وجوزي في الحجز لتاني يوم. طبعا انا جالي حاله نفسيه صعبه جدا لدرجه ان انا بقي كان هيتعوج. ما احنا كلنا منها. طب ما تعرفوا المصدر يا جماعه. احنا مؤسسه مش معانا ايصالات، مش في ايصال تبرع. الجمعيه اللي جابت لنا الحاجات وفي ايصال وفي الدنيا دي كلها، حتى احنا خليناهم يجيبوا لنا اسم الشركه كمان اللي بعت لهم الحاجه. انا عايزه اعرف انتي عقلك كان بيقول ايه؟ انا حياتي مهدده للخطر، مهدده ان انا اتسجن، انا اللي انا بعمله ده بعمل الخير، والمهمه اللي انا فيها دي مهمه خير اتحط فيها تحت التهديد. قلتي لنفسك ايه؟ كنت بعيط بس قوي وبقول انا مستغربه جدا، احنا فين؟ احنا اللي بيحصل ده. قال لك كلمه؟ قلت لها حاجه؟ قلت لها انتي اللي وصلتينا هنا؟ ده كانت حاجه يعني غصب عننا، بس كان كل همي وكل تفكيري في ان سمر حالتها النفسيه بقت عامله ازاي، ولادنا في البيت عاملين ازاي. يعني ايه مثلا ابني او بنتي يبقوا عارفين ان بابا وماما بيعملوا حاجه كويسه، وبيعملوا حاجه فعلا الناس كلها بتحبها، فجاه بابا وماما عليهم في الاسم وفي الحجز. كلمينا عن ولادك. يعني هما بيحبوا يعملوا خير وبيتقمصوا اللي انا بعمله جدا. ان هم يعني مثلا روضه تقعد تطلع من حاجتها وتقول انا هدي لدي وهساعد دي وهجيب لدي، طب هاتي فلوس عشان اعمل كذا. توته برضو بقت بتعمل كده. في من الاهالي هددوكوا مثلا؟ هدد جوزك؟ هددك؟ بيقعدوا يقول ادبهم علينا لو احنا بنصور اهاليهم وبننزلهم على السوشيال وكده. بقول لهم مش عاجبكم تعالوا خدوهم، احنا نظامنا كده. خايفين من شكلكم؟ لا تعالوا خدوهم. لا، يخرج في شرط واحد، شرط ان هو لو اهله استلموه، غير كده ما ينفعش ان هم مرضى نفسيين. انت متخيله؟ طب لو اهله مش عايزينه تماما؟ انا ما عنديش مشكله ان كل واحده تيجي تاخد اهلها، انا مش هقعدهم بمزاجي. وبعدين انا مضي عليهم للدوله. انت عارفه يعني ايه مضي عليهم للدوله؟ عامله بحضر اثبات حاله وانا باخد الحاله. انا دايما عندي حالات كتير بيقولوا احنا عايزين نخرج ودينا عند اهلنا، اقول لهم تعالوا يا جماعه خدوهم بقرار نيابه. ده اللي عندي.
كلميني عن صناع الامل. جالك تليفون ولا ايميل؟ لا، اتصلوا بيا، لقيت رقم اماراتي بيكلمني، لقيت بنوته بتكلمني بتقول لي يا سمر انتي معانا في صناع الامل وكذا. قلت لها بجد؟ اللي هو انا اول ما قفلت معاها قلت محمد اكيد دي ناس بتضحك عليا وعاملين عليا حوار. حوار، ده حوار مش حقيقي. يقول لي لا حقيقي، انا متاكد انك هتكسبي السنه دي. انا كنت عندي احساس ان هم هيكلموكي. انت كنتي متابعه اصلا، متابعه صناع الامل وان هم بيحطوا عينيهم على الناس اللي بتعمل خير وبتاثر في المجتمع بس انا سالت البنوته اللي كلمتني انت كلمتيني ليه بالرغم ان انا ما قدمتش؟ انا لسه ما كنتش قدمت اصلا، يعني انا كنت عايزه اقدم بس لسه ما قدمتش. انت كلمتيني ليه؟ قالت لي عشان انت مترشحه. قلت لها يعني في ناس ادت اصواتها ليا بجد؟ قالت لي والله. للدرجه دي شايفها حاجه كبيره قوي؟ من قبل المؤسسه ومن قبل الدار ومن قبل كل الحاجات دي انا عارف سمر بتعمل ايه. سمر لو شافت اي حد محتاج مساعده في الدنيا بتجري عليه وتعمل من غير اي تفكير. بس بمناسبه الغيره، ممكن تقولي لنا بتوصل لحد فين؟ لدرجه ان انا ممكن يعني اشده جامد من هنا كده. انت، انا بقول لك انا شفت كذا، مع اني عمره ما عمل حاجه غلط، بس انا بغير. ممكن اعرف تعرفتوا على بعض ازاي او ليه؟ ليه دي ممكن اجاوب عليها. ممكن تكون دعوه من امي. خلينا خلاص بقى صلي. هيقولوا لك بقى الحمد لله. دلوقتي ده طالع أهم يعمل حاجة شو، دعوة الوالدين. ده بيمثل. حتى لو مشاعرك ظاهره يقول انت بتمثلي. يعني دلوقتي انت قلتي اقفلوا الكاميرا لحسن يقولوا ان احنا بنمثل. هي الناس للاسف مش كل حاجه بتصدقها، ومن كتر ما شافوا وحش كتير فاكرين كل حاجه وحشه حواليهم، مش مقتنعين ان في حاجه حقيقيه. ناويه على ايه الجديد بتاعك؟ الجديد بتاعي انا ناوي ان انا افضل ادعي طول حياتي اللي جايه ان ربنا سبحانه وتعالى يحشرني مع الانبياء والصديقين والصالحين والصحابه. حنونه، زوجه، ام. ومش بس ام في بيتها، ده انت ام في القصر كله، صح ولا لا؟ ام ليهم كلهم رغم ان هم اللي كبار واكبر منك وهم امهاتك، بس بحس ان هم متعلقين بيكي لدرجه انت امنا، انت تروحي في اي مكان عايزينك موجودين. ده انت ما بتشوفيش اول دخلتي الدور بيشدوني، عارفه العروسه بتاعت انت عروستي، لا دي بتاعتي، لا دي بتاعتي، انا بتشد من دراعك كده. ما بتغيرش في يوم من الايام جيت كده بينك وبين نفسك ده نجحت، ده ناجحه، انا اسمي دايما مرتبط بيها ان انا مثلا زوج سمر نديم، زوج ده هو زوج سفيرة الانسان. يعني ما حسيتش كده بينك وبين نفسك انا راجل ولازم انا كده؟ الرجوله مش في ان انا اللي اظهر، الرجوله في اللي يتحمل المسؤوليه، الرجوله في اللي يقدر يدير الدنيا. مش لازم اكون انا في الوش، لا لازم يكون انا اكتر واحد داعم للحاجه الكويسه اللي بتحصل. انا كل سعي ان انا عايزه اقدم حاجه كويسه. انا ايه اللي بيخليني اعيط لحد النهارده عشان اساعد الانسان؟ ايه اللي بيخليني اعيط؟ ان انا عايزه اساعدهم، عايزه فعلا اقف معاهم بجد. دي حقيقه فعلا، ان انا عايزه اكبر بخاطرهم، مش عايزه اسيب واحده في الشارع ولا اسيب واحد في الشارع، وعايزه اكبر الخير اكتر واكتر، وعايزه اكون قدوه لغيري، وعايزه اكون يعني نموذج مشرف للجيل الصاعد. كل المشاكل اللي موجوده في الدار سمعتيها من كل واحده جوه الدار، سببها ايه؟ ايه وايه وايه؟ الاهل، الازواج، الطلاق، نفسيا الطلاق، الجحود، ان زوج يخون زوجته، الاولاد الابناء العاق اللي هم طبعا بيعوقوا اهاليهم، الجحود وقله الاصل، وكل ده ما بيسالوش عليهم ولا الهوى. ولو فتحنا في القصص مش هتنتهي. ولما بصي بقى انا عايزه اقول لك على الكبيره، موضوع مثلا ورده، اقرب حاجه ورده لما اهلها جم خدوها، احنا قلنا لهم تعالوا خدوها لان ليها اهل، وجم خدوها ورجعت الشارع تاني. انا ذنبي ايه؟ انا المفروض احن قلوب بالعافيه على اهاليهم؟ المفروض اجبرهم ان هم يتقوا الله في اهاليهم؟ هما اللي رجعوها الشارع تاني؟ سابوها ترجع، ما حافظوش عليها، وهي قاعده دلوقتي تعبانه في الشارع. انا بس عايزه اقول حاجه، انا دوري المفروض اللي وزاره التضامن مديهولي ان انا بنقذ الحاله وبتقعد معايا تتاهل كويس وبعدين ارجعها لاهلها، مش المفروض تبقى قاعده مخلده زي ما حضرتك بتقولي. كلمه اخيره ليهم؟ احب اقول لكم ربنا يهديكم ويصلح حالكم وينور بصيرتكم، وتفتكروا كلام ربنا ان ربنا اصلا خلق الجن والانس عشان يعبدوه. اعبدوا ربنا وفكروا مع الله، سيبكوا دعوا الخلق للخالق، ربنا هو اللي بيحاسب. لينا لقاء تاني مع بعض، والحمد لله ان شاء الله يكون صوتك وصل النهارده، وبجد اي حد يتمنى وانتي شرف للمكان اللي انتي فيه، وما ردتنيش ونورتيني. بشكركم. باي باي.